الفرق بين المضارب والمستثمر مش الخبرة ولا الفلوس، الفرق في حاجة واحدة بس وكتير مش عارفينها. أنا بستثمر في البورصة من 10 سنين، مش بحكي لك نظريات، بحكي لك من جيبي الشخصي. في 3 فروقات مهمين جدا بين المضارب والمستثمر، وأهم فرق فيهم في الآخر. فخليك معايا دقيقة. تخيل 2 كده اشتروا نفس السهم في نفس اليوم. الأول بص على السعر كل ساعة، السهم نزل 5%، باع وخسر. أما التاني مش حتى فاكر إنه اشترى، راح يشوف شغله وحياته. بعد سنة السهم طلع 40%، نفس السهم نفس اليوم، النتيجة مختلفة تماما. أول فرق، المضارب بيتأثر بكل حركة، المستثمر بيبص على المستقبل. تاني فرق، المضارب بيتحرك بالخوف والطمع، المستثمر عنده خطة مش بيغيرها كل يوم. وتالت وأهم فرق، وده اللي بيحدد كل حاجة، المضارب عايش على تشارت، بيتابع الأسعار طول اليوم. المستثمر ملوش دعوة بالدوشة، هو بيقيس النجاح بالمدة الطويلة مش باليوم. عشان كده السؤال الحقيقي مش السهم طلع ولا نزل، السؤال أنا بتصرف كمضارب ولا كمستثمر؟ لو حابب تبدأ الاستثمار بطريقة هادية وبسيطة، اكتب 1 في الكومنت وهبعت لك الدليل مجاني.